الموضوع بدأ معايا لما أجرت شقة في الدور السابع. الأمور كانت ماشية تمام أول كام يوم، بس بعد كده حصلت حاجات كتير عيشتني في رعب. زي إن كل يوم الساعة 1 بالليل كنت أسمع أصوات قطط في الصالة. ولما بقول 1 بالليل يعني 1 بالليل بالدقيقة. كنت سامع الأصوات دي وقاعد مرعوب. ما أنا أصلا ما عنديش قطط في الشقة، ومعرفش منين جمدت قلبي وخرجت أدور في اتجاه الصوت، بس الصوت اختفى وكأن شيئا لم يكن. وخلص اليوم على كده. وتاني يوم وفي نفس الميعاد كنت قاعد بسمع اغاني للست. صوت الكاسيت فصل لوحده واصوات القطط ظهرت تاني. الدم نشف في عروقي. مشيت بخطوات هاديه ناحيه الصوت، والمره دي شفت مجموعه قطط واقفه قدام باب الحمام. عيونهم الذهبيه كانت بتلمع في الضلمه. اتسمرت في مكاني، وفي جزء من الثانيه كلهم هجموا عليا. كنت ببعدهم عني وقدرت اني اهرب منهم وخرجت بره الشقة. ما قدرتش ابات فيها اليوم ده. وتاني يوم قابلت الشخص اللي اجرت منه الشقة وقلت له على كل اللي حصل. لقيته رد عليا وقال لي: بص يا ابني، انا مش هكدب عليك، الشقة دي مات فيها شاب من 6 سنين. الشقة كلها ولعت وهو كان نايم جوه واتخنق. ولما الحكومة جت وعينت الشقة لقوا جثة قطة سودا مذبوحة في الحمام. ومن بعدها الشقة اتقفلت، بس كل فترة كانوا بيسمعوا أصوات قطط. كل يوم الساعة 1 بعد نص الليل. مفيش يوم عدى غير لما صوت القطط دي ظهرت. بس في ناس ما كانتش مصدقة، وجالي شاب وقال لي انه عاوز الشقة يومين. حذرته بس ما سمعش مني، بات فيها. اول ليلة عدت تمام، وتاني ليلة الناس سمعت صوته بيصرخ. جروا وفضلوا يكسروا الباب، ولما دخلوا الشقة لقوا الشاب مرمي على الأرض وعلى وشه أشد علامات الرعب وفزع. وعينه كانت مبرقة ومنفوخة، وبقه كان نازل منه رغاوي كتير. جسمه كله كان عليه أثر عض وخربشة عنيفة. وبس كده يا ابني، ده كل اللي حصل في الشقة. أظن يا ابني إني ما قلتلكش، بس أنا مجرد سمسار، ولو ما أجرتش الشقة دي مش هلاقي آكل. سمعت كل كلامه ده وأنا واقف باصص له بذهول، وزعقت فيه: انت عبيط يا عم، انت ازاي ما تقوليش كده قبل ما اجر؟ انا كنت هموت فيها. في شخص كان معدي في الشارع لقيته قال: بالك يا ابني في ايه؟ انت بتكلم نفسك؟ بكلم نفسي يا عم، انت ما شاء الله يسألك، انا مش ناقصك يا ابني، مفيش حد واقف معاك، انت لوحدك. فضلت ابص حواليا بس ما لقيتش حد. وبعدين قلت له: كان في سمسار واقف هنا اللي بيأجر شقة الدور السابع ومرة 2. اسمه ايه السمسار ده؟ اسمه شعبان مرزوق. شعبان مرزوق يا ابني، الراجل ده ميت من يجي 6 سنين، وبيقولوا ان الشقة اللي انت قاعد فيها دي ولعت بيه بعد لما ذبحوا القطة. والظاهر كده يا ابني ان اللهم احفظنا. ابعد عنه، ابعد يا ابني، ابعد عن الشقة دي وما تقربش منها تاني، لان الشقة دي لعنة على كل اللي بيسكن فيها. كلامه نزل عليا زي الصعقة. ما بقتش عارف اعمل ايه ولا افكر ازاي، بس خدت قرار اني ارجع. واول لما رجعت كانت الساعة 12:59 بالظبط. 1 صباحا بدأت اصوات القطط تظهر في كل مكان في الشقة. انا شايفهم قدامي. ايه ده؟ ده انا، شخص شبهي بالظبط، نفس لون شعري وكثافته، نفس لون عيوني، نفس شكلي، نفس كل حاجة. مستحيل. لقيت الكائن ده ماسك قطة بيذبحها وسلخ جلدها. وقتها بس ايقنت انها حصل شعبان مرزوق، وان اللعنة حلت عليا. الشقة كلها ضلمت، وشفت قطط كتير بتخرج من كل مكان، وعيونهم كانت بتلمع. عددهم كان كبير. صوت المواء كان مزعج. كانوا بيقربوا مني وانا برجع لورا لحد ما ظهري بقى في الحيطة. قربوا مني وهجموا عليا. وقتها كل حاجة اسودت. حصلت قوات الأمن على جثة شاب في العشرينات من عمره، مفصولات الرأس، في أحد الشقق السكنية، وتم قفل الشقة إلى أجل غير مسمى.